ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ والنهارده بقى صاحبي معانا باكج نجوم الاسبوع اللي هينزل معانا يوم الخميس، اللي حرفيا فيه اقوى اللعيبه اللي هتنزل معانا خلال الشهر ده كله. هنشوف بقى يوم الخميس دوت من اقوى نجوم الاسبوع اللي هينزلوا معانا حرفيا، وانا مش ببالغ في اي كلمه قلتها. بس طبعا يا صاحبي قبل ما نخش بقى تفاصيل حابب اقول لك ما تخليش اللعبه تليك عن الصلاه. وطبعا بقى مبدئيا في الاول احنا عارفين ان نجوم الاسبوع دوت هينتهي معانا يوم الخميس وخلاص كده، يعني هينتهي معانا في اللعبه. فانت لو ما فتحتش الفتحه المجانيه فلازم تفتحها من دلوقتي او بكره مثلا، علشان ممكن يروح عليك الباكج دوت يوم الخميس. انما بقى اللعيبه المتالقه معانا خلال الاسبوع دوت والاسبوع اللي فات او نص الاسبوع اللي فات يعني، واول لاعب معانا صاحبي وهو كيليان امبابي. اللاعب ده رجاله مسجل معانا هدف مميز جدا، وكمان طالع بتقييم عالي قوي. طبعا ايه اللي بيخليه ينزل في اللعبه وهو التقييم ده؟ غير كده كمان الهدف اللي مسجله بطريقه جامده جدا، واعتبر هدف مميز جدا كمان، وهو عن طريق باكورد جامد قوي زي ما عمل كريستيانو قبل كده. بس الباكورد يعني دوت جميل جدا، ودوت بقى ممكن يخليه ينزل بنسخه بشكل الباكورد او يعني صوره الباكورد ديت. وطبعا ده من اوائل الناس المتوقعه بنسبه 90% ان هو ينزل معانا ده يعني باذن الله. انما طبعا عندك من نفس النادي برضه وهو جارسيا، يعني لحد الان في اختلاف بين الاثنين دولت، ممكن واحد فيهم ينزل، لان طبعا جارسيا مسجل برضه معانا هدف ممتاز جدا وطالع برضه بتقييم عالي جدا نفس النظام. بس طبعا اللي ليه الاولويه ان هو ينزل وهو امبابي، لان الجون بتاعه كان اشيك واحلى. واللاعب الثاني معانا صاحبي وهو الدوي، لاعب باريس. لاعب ده رجاله متالق جدا زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ان هو متالق جامد جدا مع فرقته، وحرفيا عامل موسم تاريخي. انما طبعا في المباراه دي طالع بتقييم عالي جدا ومسجل معانا هدف برضه مميز جدا، ويعتبر كمان مسجل الهدف دوت في عملاق زي نوير. فعلشان كده يا صاحبي ممكن نشوف له نسخه اسطوريه في نجوم الاسبوع، وكمان يكون ريتها عالي. انما طبعا يا صاحبي اللاعب اللي بعد كده معانا وهو كول بالمر، مسجل برضه معانا هدف ممتاز جدا جدا عن طريق ان هو استلم الكوره بشكل رائع جدا وراح على طول سجلها في الدقيقه مثلا ماشي عليها. فعلشان كده ممكن نشوف له نسخه قويه جدا في نجوم الاسبوع، وده برضه من الناس المتوقعه بنسبه 90%. وعندنا صاحبي اللاعب اللي بعد كده معانا وهو استيفاو البرازيلي، طالع برضه بتقييم عالي جدا وهو الاعلى تقييما في الفريق، وان شاء الله برضه نشوف له نسخه قويه في نجوم الاسبوع لانه مسجل معانا هدف ممتاز جدا. واللاعب ده رجاله يعني حرفيا لو نزل في نجوم الاسبوع فهيبقى هو توب الباكج. هتقول لي ليه؟ طبعا هقول لك لانه خفيف جدا، وكمان الار2 عنده كويس جدا كمان، فان شاء الله نشوف له نسخه اسطوريه في نجوم الاسبوع. انما طبعا يا صاحبي اخر اتنين معانا النهارده وهم اتنين برضه متالقين جدا مع الفريق بتاعهم. هم ايوه ما سجلوش معانا اي اهداف، بس التالق بتاعهم والتقييم بتاعهم كمان عالي جدا، فعلشان كده ممكن نشوف له نسخ في نجوم الاسبوع. وعندك اول لاعب معانا منهم وهو دوناروما. ده لو نزل الرجاله حرفيا هيدمر الدنيا، لانه حارس عظيم جدا. هو ايوه متالق مع فريق وشال الفريق بشكل جامد جدا، فممكن بقى ينزل له نسخه في نجوم الاسبوع تكون اسطوريه. انما طبعا اللاعب الثاني معانا وهو جولير، لاعب ريال مدريد برضه متالق مع فريقه وعامل شغل عالي جدا، وكمان طالع بتقييم عالي قوي في المباراه ديت. بس طبعا عليه اختلاف جدا كبير ان هو ممكن ما ينزلش معانا بسبب ان مبابي مسجل معانا هدف وكمان جارسيا مسجل هدف، فدولت اكتر توقعا ان هم ينزلوا. انما طبعا جولر ايوه تالق بس ممكن ما ينزلش معانا لانه كونامي مش بتنزل 3 لعيبه من نادي واحد. كده بقى صاحبي انا قلت لك عن كل حاجه عن نجوم الاسبوع باذن الله اللي هينزل معانا يوم الخميس، وقلت لك بقى هم عملوا ايه مع الفريق بتاعهم وتالقوا ازاي وعملوا ايه في المباريات. ان شاء الله بقى صاحبي بكره كونامي تاكد على اللي انا قلته دوت وتنزل معانا اللعيبه ديت باذن الله ونشوفهم معانا في نجوم الاسبوع. وطبعا كالمعتاد كلنا عليهم فتحه مجانيه للناس يعني اللي بتسال. وبس كده صاحبي خلصنا الفيديو لحد هنا وبس كده، سلام.